ده بتاعتي. ايوه تعالى الكينج بتاعنا امسح الصوره. ايوه هما الاثنين كنوج يعني، سواء ده او ده، بس ده اللي جايين بنتكلم عليه في البدايه. علي معلول يا جدعان رقم واحد في افريقيا، سواء باك ليفت، وينج ليفت، صانع العاب. فاللي حصل معاه امبارح ده كان لازم اطلع واتكلم عليه. ده ولا تقول لي ولا كوكا ولا موكا، هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ ولا اي حد عندك في فرقتك، سواء في افريقيا او في اسيا حتى. بلاش نخش على اوروبا عشان الموضوع هيبقى وسع مني قوي. اللي حصل معاه امبارح بصراحه يعني ضايقني، فحبيت ان انا اول حاجه اطلع اتكلم فيها. ما ينفعش يبقى عندك لاعب زي علي معلول راجع من اصابه بقاله سنه وثلاث شهور، تقعده وتنزله في اخر 5 دقائق، لا وبتتنك عليه. لا اقعد شويه، لا تعالى، لا اقعد، لا تعالى خلاص هنزلك اخر 5 دقائق. فيعني الله اكبر بجد، يعني حاجه من قمه العبث ان انا اتفرج على علي معلول احسن باك ليفت واحسن صانع لعب في النادي الاهلي بينزل اخر 5 دقائق وبينزل يعني اللي هو بنقتته في ال5 دقائق اللي هينزلهم فيها. صراحه ما تقوليش بقى وحش في الناحيه الدفاعيه، ولا انت كده كده ما عندكش دفاع فيعني، ومغيره ومبدله مكان مين؟ مكان امام عاشور. كل الكلام ده هتكلم عليه في جوه اللي حصل في الماتش، بس يعني حبيت اتكلم في النقطه دي. علي معلول يلعب على اي حد في الناحيه الشمال في الاهلي، او حتى في اي فرقه في افريقيا كلها. دي النقطه اللي كنت حابب ابدا فيها في البدايه، سواء لعلي معلول. النقطه الثانيه الخاصه بياسر ابراهيم، الراجل ده عمل بالنسبه لنا في اخر 3 4 ماتشات اداء وانقذ الفرقه في كذا موقف. ماتش بتروجيت في الدقيقه 46 او 47 في الشوط الثاني، شلك الكره من على الخط، والحاج من شاو بيحب ان هو ايه يطلع يتفزلك، وبيدور على حاجه جوه ال 18 ده، واقف لك على الخط مستني الكره، والحمد لله ايه شالها. في ماتش سيراميك كليوباترا برضو لحقك في الدقيقه 94، في اخر دقيقه خلاص انت الحكم كان هيصفر، ده واقف لك جوه الجون، وقام شارك الكره من من جوه الخط ال6 يارده. المنشاوي كالعاده مش عارف، انا ما بعرف، انا معاق ومحتاج اتعالج. انا معاكم ونازل في حضن مصر. فالحمد لله عدت على خير.